عارفين الصمت اللي صوته عالي؟ هو كان ده. راح قايل لي هو انا ما قلتلكيش؟ قلت له ما قلتليش ايه؟ قال لي اصل الدواء اللي انا اديتهولك من اعراضه الجانبيه الاسهال. اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد، اهو جه يا ولاد. لا استنوا، ما تطلعوش الفوانيس، انا ما بتكلمش على شهر رمضان، انا بتكلم عن شهر الانكتوبر. وبما ان ده اول انكتوبر لينا مع بعض، قررت ان انا اعمله معاكم بتويستايه. انا هرسم الكلمات اللي موجوده في لستة السنه دي عادي جدا، لكن في نفس الوقت هكون بحكي قصه ليها علاقه بالكلمه اللي برسمها. التويستايه بقى ان القصه اللي انا بحكيها جايز تبقى حقيقيه وجايز تبقى تأليف، فعليكم تفقسوا اذا كانت القصة اللي بحكيها حصلت ولا لا. في الفيديو ده هحكي 3 قصص، والكلمات اللي هختارها مش هتكون بالترتيب، بس خدوا بالكم القصص فيها هنتات من بعض. طرطق ودانك واشفط كرشك ويلا بينا نبدأ بأول قصة، واللي هتكون ليها علاقة بأول كلمة في الليستة وهي باك باك. هنرجع مع بعض لأيام الطفولة البريئة، أيام ما كنت مقبلة على الحياة، دلوقتي ما بقتش. كنت في 3 ابتدائي وكان باقي بتاع أسبوع كده على السنة الدراسية الجديدة، وكأي بنت عادية نزلت أشتري حاجة المدرسة، الكشاكيل، الكراريس، الأقلام والحاجات اللي ملهاش لازمة دي. بعد ما خلصت فقرة المشتريات دي، أول ما روحت كلمت صاحبتي في التليفون عشان بقى نقعد نحكي احنا اشترينا ايه، انت جبتي استيكه بطعم الفراوله وانا جبت استيكه بطعم المانجا، وهري البنات اللي انتوا عارفينه ده. طبعا واحنا بنحكي جت سيره الشنطه. ايه ده انت اشتريتي الشنطه؟ اه انا اشتريت الشنطه. ايه ده انت اشتريتيها انت كمان؟ اه انا كمان اشتريتها. طب بقول لك ايه، ما توصفيها لي كده. طبعا كطفلتين بنات في 3 ابتدائي، اول حاجه هنسال عليها هي اللون، وطبعا لازم اللون يطلع بامبا. احنا كنا بنقول عليه بامبا، ما بنقولش عليه بينك. ودي الالوان اللي كانت موجوده في السوق عامه، يعني الشنط البنات كلها باربي ويا اما بامبا يا اما موف، وشنط الولاد يا اما بتبقى لونها احمر او ازرق، عشان السوبر هيروز اللي كانوا شغالين في الوقت ده كانوا سبايدر مان وسوبرمان وباتمان، ما كانتش هيصه الافنجرز دي لسه ظهرت، ويمكن نزود عليهم برق بنزين ولا حاجه. التفصيله دي مهمه بعدين في القصه، عشان كده انا بقولها، فركزوا. نبدا انا وصاحبتي نوصف شنطنا لبعض. هي تقول لي انا شنطتي فيها سوستتين كبار وسوسته صغيره من قدام، وانا برضو اقول لها ايوه انا كمان شنطتي فيها سوستتين كبار وسوسته صغيره من قدام. بس ده كان شكل عادي، يعني اغلبيه شنط المدرسه كانت بتبقى كده. هي تقول لي طب انا السوسته الصغيره عليها صوره باربي، وانا برضو اقول لها السوسته الصغيره اللي من قدام برضو عليها صوره باربي، برضو عادي. زي ما قلت لكم ده كان السوق، كل الشنط البنات كان بيبقى عليها باربي. انا قلت بقى في دماغي لا انا اقول لها بقى على الحاجه اللي هي اكيد مش عندها. ايه؟ انا شنطتي بعجل وليها ايد كده زي شنط السفر بتتجرى في الشارع، اي نعم بتعمل دوشه بنت لذينه، بس يعني كانت روشه طحن. فلقيتها برضو بتقول لي ايوه ما انا كمان شنطتي بعجل. الله يا بنت هو الخالق الناطق. يما لا مش قوي كده يا بنت، هو يا بنت يما لا مش قوي. صاحبتي بعد كده قالت لي ايه، طب انا شنطتي عليها كلمه بيوتي من فوق كده، يعني فوق السوسته اللي هي من قدام اللي هي الصغيره عليها كلمه بيوتي، انت عندك بيوتي؟ بكل ثقه قلت لها لا انا عندي كلمه باربي. فعرفنا ساعتها انه ده الاختلاف اللي ما بين الشنطتين، وجايز يكون الشنطتين اصلا شكلهم مش شبه بعض. قفلت معاها المكالمه. بعد كده جالي صوت داخلي بيقول لي بتقومي يا بنت تشوفي الكلمه اللي مكتوبه على الشنطه. انا صحيح ما ركزتش وانا بشتريها، لان يعني بديهيا كده توقعت انها تبقى باربي، بما ان الصوره اللي على الشنطه هي باربي فاكيد الكلمه باربي. الحماسه خدتني وفعلا رحت اشوف الشنطه واشوف الكلمه اللي مكتوبه عليها، ولقيت فعلا ان الكلمه اللي مكتوبه بيوتي مش باربي. هتقولوا لي عرفتي ازاي؟ انت بتعرفي تقري انجليزي وانت في 3 ابتدائي؟ هقول لكم لا انتوا ما تعرفونيش، انا وحش في الانجليزي. بيوتي فيها حرف تي، باربي ما فيهاش. انا لغتي الاولى انجليزي، بس اتولدت في مكان غلط. المهم ما قدرتش استنى وجريت على التليفون واتصلت بصاحبتي التاني عشان اقول لها ان الكلمه اللي على شنطتي طلعت بيوتي مش باربي، واللي احنا عمالين نهري فيه من الصبح شكله كده هيطلع بجد، وان احنا اشترينا نفس الشنطه. ما كانش قدامنا غير اننا نستنى اول يوم دراسه عشان نتاكد من الموضوع ده، وفعلا يجي اول يوم دراسه ونتقابل ونكتشف اننا فعلا جبنا نفس الشنطة بنفس اللون وبنفس باربي وبنفس كلمة بيوتي والعجل وكل حاجة كل حاجة. ودي تكون أول قصة في لستة الإنكتوبر. ودلوقتي هستناكوا تكتبولي في الكومنتات هل انتوا شايفين القصة دي حقيقية ولا تأليف. هتكتبوا في الكومنت قصة الشنطة نقطتين فوق بعض حقيقية أو
تأليف على حسب انتوا مصدقينها او لا. بس استنوا، ما تنزلوش تكتبوا الكومنت دلوقتي عشان في قصتين تانيين هحكيهم، الثالثة ستعجبك جدا. فتعالوا نكمل ونخش على طول على القصة التانية واللي هتكون ليها علاقة بتاني كلمة في الليستة، وهي كلمة discover او اكتشاف، وممكن برضو نمشيها بوتس، وممكن برضو نمشيها اكزوتيك يلا، لان هو كان اكتشاف غريب وليه علاقة بحاجة بتتلبس في الرجل. نكبر سنة تقريبا كنت في 4 ابتدائي، وكان وقت الفسحة. منزلتش الفسحة لان ده كان وقتي المفضل للقيلولة. وانا بروح في النوم سمعت صوت حاجة اتدقلجت، فتحت عيني لقيت واحدة معايا في الفصل متكومة على الارض، وانا بقومها ببص تحت كده شفت حاجة ما كنتش اتخيل اني ممكن اشوفها جوه المدرسة. باتيناج في المدرسة؟ دخلتي بيه ازاي؟ فعلا رحت وسالتها، قلت لها ايه ده، انتي ازاي جايبه معاكي باتيناج المدرسه؟ انتي كنت جايه بجزمه عاديه وبعد كده غيرتي، ولا انتي جايه اصلا من البيت بالباتيناج ودخلتي بيه المدرسه كده؟ فازاي دخلوكي؟ فقالت لي لا ده مش باتيناج، ده كوتشي عادي جدا. قلت لها عادي ازاي؟ ما هو بعجله اهو، يعني ازاي كوتشي عادي؟ قامت قاعده ومورياني الكوتشي من تحت. اتاري ان في مكان في نص النعل بتاع الكوتشي من تحت بيستخبى فيه العجل، والعجل كان عجلتين من قدام وعجلتين من ورا، مش زي الباتيناج بتاع السرعة اللي هو بيكون كله صف واحد، لا. وكان في زي زرار كده مفروض ان هو في ظهر الكوتشي لما بتدوس عليه بيخلي العجل يطلع لبره. طبعا هي قاعدة عمالة تشرح لي وانا دماغي في حتة تانية، انا قاعدة عمالة افكر في ان انا ممكن الف العالم كله بالكوتشي ده من غير ما ادفع ولا مليم في اي مواصلات او اي حاجة. اختراع فظيع، يعني وقت ما تحب تمشي على رجليك تمشي على رجليك، وقت ما تحس ان انت لا المسافة طويلة انا محتاج حاجة توصلني بسرعة تشغل العجل وتجري. انا عارفه ان انتوا ممكن تكونوا شفتوا الكوتشي ده دلوقتي، يعني شفتوه في فيديوهات او حاجه، بس الكلام ده ساعتها يعني في اوائل الالفينات مثلا كان حاجه غريبة، حاجة مش موجودة، كان اكتشاف حرفيا. ممكن اقول انه تاني اهم اكتشاف بعد الجاذبية مثلا، وبالنسبة لي في 4 ابتدائي يعني لا الجاذبية مش قد كده، لا ده اهم. كان نفسي اقول لها ما تجيبي لفة، بس حسيت انها تبقى حاجة معفنة قوي. روحت البيت، وطبعا كأي طفلة أصيلة قعدت أزن إن أنا عايزة كوتشي زي ده، فقالوا لي في البيت يعني إنه لا مش هنعرف نجيبه، هنجيبه منين ده؟ فما زنتش كتير، يعني أنا كده عاقلة من صغري كده. أبقى خلصت تاني قصة معانا النهاردة، وهي قصة الكوتشي أبو عجل. استنى أعرف رأيك في الكومنتات، ونخش على طول على القصة الثالثة. وفي القصة الثالثة نكبر حبة حلوين ونبقى في أولى ثانوي، مفروض كبرنا وعقلنا يعني، مفروض يعني، وندخل على القصة الثالثة اللي هتكون ليها علاقة بكلمة جرانجي، اللي لما دورت عليها لقيت معناها شيء قذر أو يعني حاجة مقززة أو حاجة زي كده. فأنا بحذر من دلوقتي، القصة فيها تفاصيل يعني مقززة شوية، مش حاجة وحشة قوي بس مقززة شوية. فأنا بقول أهو عشان محدش يرجع يقول لي إيه الجرف ده. كان أول يوم في الدراسة، ومن قبلها أنا كنت عيانة، عندي دور برد مش شديد قوي بس رخم مضايقني. فأخويا اداني حباية وقال لي خدي دي مضاد حيوي حلو قوي، على الصبح هتلاقي نفسك بقيتي احسن. صدقت، ويا ريتني ما صدقته عشان هو في كليه طبيه، فقلت اكيد هو فاهم هو بيديني ايه. وخليني احرق عليك الافيه واقول لك لا هو مش في بيطري يا خفيف، وهو اداني دواء كويس قوي. وهنا كانت المشكله، قال لي خدي واحده دلوقتي وخدي واحده تانية الصبح قبل ما تنزلي. فعلا صحيت الصبح عادي جدا، خدت الحبايه ونزلت رحت المدرسه عادي. اول حصه تعدي عادي، تاني حصه تعدي عادي، تالت حصه مش عادي. قولوني قرر في الوقت ده ان هو لازم يلبي نداء الطبيعة. طبعا فاكرين انه عادي، يعني هقول للمستر لو سمحت يا مستر عايزة اروح الWC وعادي. بس اللي ما تعرفوش عني اني اخش اي حمام في الدنيا اعزكم الله، ولا اني اخش حمام المدرسة. وهو اصلا كان السبب في ان انا اتقرف من اي حمام بره البيت، هي ان حمامات المدرسة كانت حمامات بلدي. فالموضوع كان عامل لي يعني تروما جامدة جدا، يعني بقيت يعني هو مستحيل ادخل حمام المدرسة. هتقولوا لي كنت بتعملي ايه؟ طيب اقول لكم كنت بمسكها يعني. بس ده غلط، هو غلط فعلا، بس وما انصحش حد انه يعمل كده ابدا. بس
انا كان عندي اسبابي، انما انتوا ما تعملوش كده. يعني انا ما اعتقدش اصلا ان تالي في مدارس لسه فيها الموضوع ده، يعني تالي اتس الليجل يعني. كلمت ماما وقلت لها اعملي لي اذن حالا. طبعا هي استغربت، يعني ده